السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنأ النجم الفرنسي عثمان ديمبélé زميله أشرف حكيمي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية 2025 التي نالها مساء اليوم الأربعاء في حفل احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات في عاصمة المملكة المغربية الرباط. ونشر ديمبélé صورة حكيمي وعلق عليها عبر حسابه على الإنستغرام: مستحقة يا أخي. وهي رسالة موجهة من أحسن لاعب في العالم إلى زميله في الفريق وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية. ووضع حكيمي حدا لمسلسل 27 سنة من الانتظار بالنسبة للمغرب، متوجا مجهوداته طيلة الموسم الماضي بالظفر بالجائزة ليصبح أول مغربي يظفر بالكرة الذهبية منذ مصطفى حاجي سنة 1998. وبالعودة قليلا للوراء، جاء ترشح الدولي المغربي عطفا على أدائه الموسم الماضي، حيث كان من أبرز صناع نجاح النادي الباريسي عقب قيادته للتتويج بمجموعة من الألقاب، يبقى أبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.